ده مشروع دونتس بتاع بنوته وخطيبها ومحتاج دعم مننا جامد. ومش بس محتاجين دعم، انا شايف كمان ان المشروع ده يستحق يكون اكبر براند دونت في مصر، عشان والله بدون مبالغه هم بالكواليتي دي ينافسوا البراندات الكبيره بقوه ويكسبوهم كمان. وليهم قصه كده ان هاجر قدرت توصل لاحسن وصفه لعجينه الدونتس بناء على خبرتها في كل الكيتشن. واحمد خطيبها لما جرب كذا مره قرر فورا ان العجينه دي لازم تطلع للنور والناس كلها تجربها. ومن هنا بقى جت فكره جوجوشي دونت. والجامد عندهم ان كل حاجه بتتعمل اوردر باي اوردر، فده ياكد لك ان الحاجه هتبقى فريش. والكريم بروليه دي عندهم براءه اختراع وستاف ده على الاخر. بص حرفيا بتبظ من كل حته كريم بروليه وكانت جامده قوي. انما البنانا ميلك دي فهي ستافد موز ومن فوق فيه موز مجفف، فهي كومبو هايل لاي حد بيحب الموز. انما البوينو دي بقى هتخش قائمه المفضلات بالنسبه لي، بجد حلوه قوي. اما الاستروبري دي بقى فالفيلنج بتاعها متغرق مربى فراوله من جوه، وللامانه دقتها تاني بعد التصوير وكان جواها كريمي تشيز عامل بالانس جامد. كل اللي جاي ده بقى للناس اللي بتحب الشوكليت. ودي بس كده لزوم الصحصحه بوبا لاتيه دول. ونيجي بقى للفوزدو، عندهم دبل صوص ده بيبقى عباره عن بيستاشيو مع نوتيلا جامدين. ودي تشوكو دو بيبقى فيها اوريو. الناس اللي بتحب الشوكولاته فين عشان يتمزجوا بالدونات الفريش دي. الريد فيلفت دي بقى من اكتر الحاجات اللي عجبتني هناك، عشان هي عامله بالانس كده بين الكريمي تشيز والريد فيلفت. كمان هي كانت محشيه من جوه كده كيكه ريد فيلفت. ودي بقى كانت ماتيلدا كيك عشان محشيه من جوه ماتيلدا كيك، بس بصراحه كانت تقيله قوي عليا. ومسك الختام بقى كان كوكيز اند كريم بومب، وكان عاجبني قوي فيها الفشار اللي معمول بالشوكولاته ده. والبراند ده اسعاره مناسبه جدا، وان شاء الله هينافس الفتره الجايه جامد وهيفتحوا مطعم باذن الله.